Subscribe. في الأيام الأخيرة، عادت أخبار مثيرة للجدل إلى الواجهة. تقرير إعلامية تتحدث عن مفاوضات سرية بين نادي الأهلي السعودي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. حسب هذه التسريبات، الأهلي يرغب في إحداث مفاجأة جديدة في الدوري السعودي بعد ضم نجوم كبار مثل رياض محرز وروبرتو فيرمينو، ويفكر في استقطاب ميسي لعقد ضخم في آخر سنواته الكروية. من الناحية المالية، الأهلي قادر على دفع رواتب ضخمة، خاصة مع دعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي. لكن هناك شكوك حول رغبة ميسي في مغادرة الدوري الأمريكي، خصوصاً بعد استقراره مع انتر ميامي. في حال تحقق هذا الحلم، سيصبح الأهلي أقوى فريق هجومي في آسيا بلا منازع، مع ثنائي رهيب: رياض محرز في الجهة اليمنى، وميسي في دور صانع الألعاب خلف المهاجمين. تخيلوا فقط، تمريرات سحرية من ميسي، ومراوغات وأهداف من محرز. تبقى كل هذه الأخبار غير رسمية حتى الآن، لكن في عالم كرة القدم لا شيء مستحيل. ما رأيكم أنتم؟ هل تتوقعون رؤية ميسي بقميص الأهلي؟ اكتبوا لنا ذلك في التعليقات. لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحتنا كورة الجزائرية. Subscribe.